سؤال مهم جدا نفسي حد يجاوبني عليه بالله عليكم يا جدعان. هي المهزله اللي حصل بين المرشحين لعضويه مجلس الشعب 2025 في اغلب مدن مصر وبالاخص مدينه المنصوره، وكميه الفلوس اللي دفعت بالملايين اللي بيسموها المال السياسي للناس، وكميه التنافس والمهزله اللي حصلت بينهم والموت والاستقتال عشان يوصل للكرسي، كل ده عشان خدمه المواطن. عشان خدمه اهل دايرته يا راجل، عشان مصر يا امي. والله العظيم بتتكلم جد. يمكن ولا انا يمكن مش فاهم. فضحتوا نفسكم بطريقه مش مائزه المره دي. الفضيحه بقت بجلاجل، تلقيح كلام على بعض على النت، وقفوا قدام المقرات اللي تشد الناس، ودفع فلوس وحاجات غريبه وحاجات قله ادب ما كناش متخيلين المستوى يوصل لكده. وده اكبر دليل على ان اللي داخل المكان ده داخل للاستفاده الماديه فقط لا غير. ما تقنعنيش ان انت راجل محترم داخل بتدفع ملايين مش عايز تردهم ليك فوق الملايين ملايين. انت دافع الفلوس دي مش لوجه الله، محدش بيعمل كده النهارده، حطهم في البنك احسن لك. انتوا فضحتوا نفسكم، خدتوا منظركم وحش قوي. لا 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 لا، المره دي كان في استقتال، وده بيعيط على النت والنبي كنت انتخبوني، وده بيعيط وده بيدفع و1000 جنيه و1000 ونص و800 وحاجه قمه المسخره. ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان ليه وصلنا للمرحله دي؟ انتوا فضحتوا نفسكم وعريتوا نفسكم قدام الناس كلها. والله العظيم بجد حاجه مش مائزه بجد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظالم منكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيدفع منكم. وبجد بجد يعني الواحد بقى مش مائز، حاجه قله ادب. ربنا يهدينا ويهديكم ويقول لي من يصلح. وحسبي الله